السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو حلو جايه لكم بيه. ان شاء الله يا رب يعجبكم. جايه لكم النهارده في موسم تخزين الزبدة، وهنسيحها كده مع بعض بكل سهولة، ان هي تطلع مستوية وحلوة جدا، ونعرف ازاي الزبدة الأصلية كده الحلوة من المغشوشة، ونتجنب اللي هي المغشوشة دي. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. اول حاجة هجيب الزبدة عندي، وبعدين هاحطها كده في حلة تكون واسعة شوية، ما تكونش ضيقة، عشان لمّا تسيح ما تفورش مني وتهدّر مني كتير. بُصّوا بقى الزبدة بتاعتي مجرد ما بتبدأ تفُك كده، مدياني كده لون رايق، مش ومدياني قشطة كده، ويعني عارفين أنتم أمّا تبقى الحاجة ريحتها حلوة ومدياكِ وِش رايق كده وحلو. بُصّوا بقى اللون ده لو مغشوشة بيبقى اللون ده زي أكنها عليها دقيق كده، بيبقى اللون فاتح جدًا، وبتبقى ريحتها كده مش حلوة، يعني كمان لمّا تشمّوا ريحتها تحسّوا إن مش هي دي ريحة الزبدة اللي إحنا متعودين عليها واللي إحنا عارفينها. وكمان الزبدة لمّا بتفور كده وتعمل فوران كده ورغيوي، تعرفي إن الزبدة دي أصلية وحلوة، لإنها فايرة من كتر القشطة اللي فيها. بُصّوا بقى مجرّد ما بتيجي بقى تسيح معايا بتبقى اللون بتاعها حلو جدًا، ومش باهت كده، لأ اللون بتاعها ناصع كده، والريحة بتاعتها طالعة حلوة أوي، تشمّي ريحة الزبدة ريحة حلوة، مش تشمّي ريحة مش تكون ما تكونش عاجباكِ يعني. بُصّي بتكون رايقة كده، ويكون اللون بتاعها ناصع، ما تكونش بهتانة. بهتانة دي يعني معنى كده إن هي عليها دقيق مش أحسن حاجة. وهنسيبها بقى مجرد ما بتفُك كده باهدّي عليها النار خالص سبرتاية كده، يعني أهدى درجة حرارة، واسيبها بقى تستوي براحتها، مش هاستعجل عليها خالص. هي مجرد ما بتفُك كمان، بُصّوا بقى مجرد ما فكِّت الزبدة الحلوة الأصلية اللي هي مش مغشوشة، تحسّيها يعني بتفصل كده، بيبقى في طبقة كده، طبقة سمنة حلوة أوي على الوش من قبل ما تستوي ولا قبل أي حاجة يعني. بُصّوا الغليان بتاعها بيدّيني لبن، اللبن ده معنى كده إن هي لسه ما استوتش كويس، ولسه فيها لبن كتير، نفضل مهدّيين عليها النار، وكل شوية كده نقعد نقلِّب فيها، وما نقيسهاش عليها عشان ما تبقاش محروقة وكده. بُصّوا بقى بدأت تطلّع المُرتة بتاعتها على الوش أهي، دي مش حاجة وحشة ولا حاجة، لأ دي المُرتة اللي إحنا كلّنا بنحبها، بس هي برضه لسه في نفس الوقت بتغلي أهي، والغليان بتاعها فيه يعني اللون الأبيض ده لسه لون اللبن، لسه فيها لبن، لسه ما اتصفّاش على الآخر. بُصّوا هادّيها بقى تقليبة كده، وبرضه هاسيبها على نار هادية، وكل شوية هابُص عليها وادّيها تقليبة لحد ما أبُص ألاقي اللون بقى رايق وصافي خالص. بُصّوا بقى الروقان، اللون بتاع الزبدة أولًا ما خدتش وقت كتير، ثانيًا بيبقى في المرحلة دي ما بتغليش، اللي هي بتقعد تطلّع يعني لبن وخَض كتير أوي، بُصّوا قدّامكم بتبقبق بسيط كده، يعني مش اللي هي كتير. لو الزبدة بتاعتي مش حلوة، مش أحسن حاجة يعني، هتلاقيها تاخد وقت طويل جدًا لحد ما تدّيكِ لون رايق، ويعني بتاخد وقت طويل أوي، أوي فعلًا. بُصّوا الغليان بتاعها لسه فيه شوية كده من اللبن، أنا برضه هافضل مهدّية عليها النار وعيني عليها كده. بُصّوا بقى الغليان بتاعها أهو بدأ اللون بتاعه، بُصّوا الجمال والحلاوة. بُصّوا بقى اللون الحلو بتاعها ده، راقت أهي، بدأت هي خلاص تروق، نطرت لي المُرْت على الوش. حابين تشيلوها في المرحلة دي ما فيش مشكلة، حابين تعملوا زي ما أنا باعمل تستنوا لحد ما تستوي خالص وهي تصفّي في قعر الحلة، بتبقى حلوة أوي برضه. هافضل بقى أنا معاها كده لحد ما المُرْتة اللي على الوش دي الطبقة اللي على الوش البيضة دي تدّيني لون كده دهبي غامق شوية، ما تكونش اللون الفاتح اللي هي فيه دلوقتي. هافضل كده معاها بالتقليب بقى وعيني عليها، لإن درجة اللون بتاع الزبدة بتتغيّر في لحظة، يعني لو استوت مننا وسهينا عليها مجرد دقيقة واحدة هنلاقيها اتحرقت، فلازم بقى في المرحلة دي بنفضل كده واقفين جنبها نقلِّب فيها لحد ما نلاقيها تتصفى على الآخر. بُصّوا لسه اللون بتاعها فاتح، يعني معنى كده إن هي لسه بتستوي، وبرضه لسه البقبقة بتاعتها كده لسه مدّياني شوية من اللبن. بُصّوا بقى بدأت تستوي خلاص أهي معايا، بُصّوا بدأ اللون يغمق شوية بتاع الطبقة اللي على الوش دي بدأت تغمق معايا شوية. بُصّوا بقى حلو أوي. الطريقة دي يا جماعة حلوة جدًا، وكمان بتضمن لِك طريقة تسوية السمنة دي، بتضمن لِك إن هي تقعد معاكِ من السنة للسنة، ولا تحفظيها في تلاجة ولا أي حاجة. أهم حاجة توصلي لمرحلة التسوية المضبوطة للسمنة، ما يبقاش فيها لبن، لإن لو فيها أي لبن مجرد ما تحطيها فترة قليلة جدًا هتلاقيها بقت مش حلوة خالص.
فاحنا لازم نهتم بمرحله التسويه ومرحله التسييح، دي اهم حاجه فيها، ان احنا يكون عينينا عليها ما نسيبهاش خالص، ونهتم بالتسويه بتاعتها كويس. بصوا بقى عندي بقت رايقه خالص، واللون بدأ اهو يغمق معايا. بصوا ما بقتش البكبكه بتاعتها كده، ما بقاش فيها اي لبن خالص. بصوا شايفين معايا؟ بصوا واخدين بالكم؟ واللون عندي بتاع المرتة اللي على الوش، بصوا اللون بقى ذهبي غامق شويه اهو. انا مش عايزاها اغمق من كده، انا عايزه المرتة بتاعتي كده تكون فاتحه، والسمنه بتاعتي برضو تكون فاتحه وحلوه. ودي من احسن الطرق ان احنا نسيح بيها الزبده، ان احنا نصبر عليها لحد ما تستوي براحتها خالص، ما نستعجلش عليها، ما نعليش عليها النار، لان لو علينا عليها النار هتستوي بسرعه قوي قوي، ومش هتبقى خدت راحتها، وممكن برضه هيبقى فيها شويه من اللبن، مش هتدينا نفس النتيجه ان احنا نخزنها وتقعد معانا من السنه للسنه زي ما احنا عاوزين. بصوا بقى الجمال والروقان بتاع الزبده بتاعتي حلو قوي، والريحه بتاعتها طالعه تحفه. واهم حاجه برضو ان احنا نعقم البطرمانات كويس جدا، نغسلها كويس ونسخن الفرن لدرجه حراره عاليه، وبعدين نحط فيه البطرمانات بتاعتنا بالغطيان بتاعتهم كمان جنبهم كده لحد ما يتعقموا كويس كده. ببقى ضامنه طالما انا عقمت البطرمانات بتاعتي وسويت الزبده بتاعتي كويس جدا، انا خلاص كده ضمنت ان انا عملت حاجه كويسه هتقعد معايا فتره طويله من غير ما يجرى لها اي حاجه. يا رب الفيديو يكون عاجبكم كده، واكون قادره اوصل لكم حتى ولو معلومه بسيطه تستفيدوها مني، وتكون طريقتي عجبتكم، وتكون سهلة ما فيهاش مشكلة بالنسبة لكم. بصوا بقى خلاص هي كده وصلت لمرحلة التسوية التامة. بصوا كل ما اعمل الوش بتاعها ده، الطبقة اللي على الوش دي، تقوم هي ركناها على الجنب كده خلاص، لانها ده دليل ان هي استوت خلاص، ما عادش فيها اي لبن، ما عادش فيها اي خض ولا اي حاجة خالص. وكل الطبقه اللي على الوش دي اللي هي المرطه، زي ما قلت لكم، حابين تشيلوها كده مفيش مشكله، حابين تسيبوها اول ما تطفوا عليها النار مجرد دقيقتين هتلاقوا كل ده صافي في الاخر في قعر الحله، وهتلموها بقى كده المرطه مع بعضها، تبقى طعمها حلو جدا، وهتبقى واخده كل التطعيمه من بعضها والتمليحه من بعضها حلوه قوي. بصوا كده هي خلاص استوت معايا تماما. بصوا بقى الغليان بتاعها بقى رايق خالص. بصوا كده انا وصلت للمرحله المظبوطه في التسويه بتاعه السمنه بتاعتي. هقفل بقى عليها النار وهسيبها لحد ما تبرد، ومجرد ما هقفل عليها النار بصوا مفيش 5 دقايق لقيت مفيش اي حاجه على الوش، والطبقه كلها رست في الحله من تحت، وهتبقى عندي شويه مرطه طعمهم بسم الله ما شاء الله طعمهم حلو جدا. ان شاء الله تعملوها وتطلع معاكم مظبوطه. للناس اللي بتبقى عندها مشكله في تسييح الزبده اهي بالتفصيل، وان شاء الله تطلع معاكم حلوه جدا. مجرد ما تبرد بقى بعبيها في البطرمانات بتاعتي اللي انا عقمتها، وهتبقى معاكم بالجمال.